أقوى 10 أفلام أكشن جديدة في 2025. في فيديو النهاردة هشارك معاكم قائمة بتضم 10 أفلام أكشن جديدة صدرت في 2025 وتستحق مشاهدتك لو بتحب النوعية دي من الأفلام، وده بفضل أحداثها القوية اللي مليانة مطاردات وضرب وانفجارات. بس في البداية برشح لكم موقع موفيبيديا، وده موقع ترشيحات أفلام ومسلسلات خاص بينا ومتميز ورائد في نوعه، واللي أكيد إنه هيعجبك. وما تنساش برضه تصلي على النبي. ويلا بينا نبدأ قائمتنا. فيلم سينرز، الفيلم تصنيفه أكشن وإثارة خارقة للطبيعة، ومن بطولة مايكل بي جوردن وجاك أوكونيل وديلروي ليندو. القصة بتدور حوالين أخين توأم سموك وستاك، واللي بيرجعوا لبلدتهم بعد سنين من الغياب علشان يحاولوا يفتحوا صفحة جديدة في حياتهم، ولكنهم بيكتشفوا إن في قوة شريرة كانت مستنياهم، قوة مرتبطة بماضي غامض وعالم مصاصي الدماء. ومع تصاعد التهديد بيلاقوا نفسهم في معركة شرسة للبقاء، وبيحاولوا بكل قوتهم يحموا نفسهم والناس اللي بيحبوهم من شر قديم بيحاول يسيطر على كل حاجة. فيلم نوفا كين، الفيلم تصنيفه أكشن وإثارة، ومن بطولة جاك كويد وأمبر ميتسندر وراي نيكولسون. القصة بتدور حوالين ناثان كين، وده مدير بنك هادي وبسيط بيعاني من حالة نادرة اسمها عدم الإحساس بالألم، يعني ما بيحسش بأي وجع مهما اتصاب. وفي يوم من الأيام حياته بتتقلب لما البنت اللي بيحبها بتتخطف في عملية سطو دموية، ومن ساعتها بيقرر يستخدم الحالة دي كسلاح في طريقه لإنقاذها. وفي وسط معارك عنيفة ومطاردات مجنونة، ناثان بيكسر القواعد وبيدخل في مواجهات مستحيلة ومش ممكن تصدقها. فيلم ثاندربولت، الفيلم ده تصنيفه أكشن ومغامرة وجريمة ودراما وخيال علمي، ومن بطولة طاقم كبير جدا من النجوم. Look what you unleashed. You can't outrun the emptiness. وبتدور قصته حوالين فريق غير تقليدي من الأبطال الخارقين، وكل واحد فيهم عنده ماضيه المعقد ومش دايما على نفس الجانب، وبتجمعوا في مهمة واحدة رسمية ظاهرها بسيط، وهي تنظيف منشأة سرية. ولكن فجأة بيكتشفوا إنهم اتحطوا في فخ، وإنهم بقوا هدف لخيانة غامضة، والمهمة دي بتقلب لحرب شرسة ضد كيان خارق اسمه فايد. You can do something about it. وده بيستغل ذكرياتهم المؤلمة وبيدخلهم في صراعات نفسية خطيرة. Marvel Studios Thunderbolt. فيلم A Minecraft Movie، الفيلم ده تصنيفه أكشن ومغامرة وخيال علمي، ومن بطولة جيسون موموا وجاك بلاك وجينيفر كوليدج وإيما مايرز. A wonderland where anything you can imagine is possible. الفيلم قصته بتدور حوالين 4 أشخاص عاديين بيتسحبوا فجأة جوه عالم ماينكرافت من خلال بوابة غامضة، وبيلاقوا نفسهم في مهمة لإنقاذ العالم ده من دمار وشيك. ومع الوقت بيواجهوا كائنات مرعبة زي الكريبرز والزومبي، وبيضطروا يتعاونوا مع بعض علشان يعيدوا البهجة والخيال للعالم اللي بقى مظلم وكئيب. Let's go to the stash. Mission Impossible The Final Reckoning، الفيلم ده تصنيفه أكشن وتجسس، ومن بطولة كل من توم كروز وهايلي أتويل وسيمون بيج وفينج رامز وهنري تشيرني. The Kremlin bombing? In fairness, the bomb was actually meant to kill him. القصة بتدور حوالين إيثان هاند في مهمته الأخيرة، وهو بيواجه أكبر تهديد قابله في حياته لما بيتم تكليفه بمهمة عالمية خطيرة مرتبطة بتكنولوجيا قديمة من أيام الحرب الباردة، وبسبب كده بيدخل هو وفريقه في مغامرة طويلة وسط معارك عنيفة ضد قوات خاصة وخطط معقدة بتهدد العالم كله. فيلم فورمولا 1، الفيلم ده تصنيفه أكشن ودراما، وبيقوم ببطولته براد بيت ودامسون إدريس وخافير باراديان. القصة بتدور حوالين سائق فورمولا 1 معتزل اسمه سوني هايز، بيرجع للحلبة من تاني، ولكن المرة دي علشان يدرب سواق شاب اسمه جوشوا بيريس، وبيقودوا مع بعض فريق متهالك لصدارة البطولة. الفيلم بيتميز عن باقي الأفلام هنا بالأكشن واقعي جدا، لأن المشاهد اتصورت فعليا في سباق فورمولا 1 وباستخدام عربيات 2F المعدلة، وده بيخليك تحس بكل لحظة في السباق كأنك جوه الحلبة. فيلم ذا إلكتريك ستيت، الفيلم ده تصنيفه أكشن ومغامرة وخيال علمي، ومن بطولة ميلي بوبي براون وكريس برات وستانلي توتشي وكيهي كوان.
القصة بتدور حوالين ميشيل، البنت اللي فقدت أهلها في حرب الروبوتات، واللي بتنطلق في رحلة طويلة عبر أمريكا علشان تدور على أخوها المفقود، وبيكون معاها في الرحلة روبوت غامض وشخص غريب، ولكن خلال رحلتهم بيتورطوا في مؤامرة كبيرة من الروبوتات والآليين ضد البشر. فيلم هافوك. الفيلم ده تصنيفه أكشن وجريمة وإثارة، ومن بطولة توم هاردي وفورست ويتكر وجيسي ميلي. القصة بتدور حوالين المحقق وولكر، واللي بيتورط في حرب دموية بعد صفقة مخدرات فاشلة، وبيبدأ يدور على ابن سياسي كبير اتخطف وسط الفوضى دي. بس الرحلة دي بتخليه يغوص في شبكة إجرام عنيفة ومعقدة، وبتخليه يواجه مجرمين شرسين وفساد داخل النظام نفسه. فيلم A Working Man. الفيلم ده تصنيفه أكشن وجريمة وإثارة، ومن بطولة جيسون ستاثام وديفيد هاربور ومايكل بينا وجيسون فليمينج. All of this is for a girl. القصة بتدور حوالين ليفون كين، وده جندي سابق كان بيشتغل في وحدة العمليات السرية، واللي بيحاول دلوقتي يعيش حياة هادية بعيدا عن العنف. بس وهو في الشغل بنت الرئيس بتاعه بتتخطف على ايد عصابة لتهريب البشر، بيضطر يرجع لمضيق الدموي علشان ينقذها بأي تمن، وكل خطوة بتخليه يغوص في عالم أكتر من الفساد وأخطر من اللي كان هو متوقعه. What are you? How to Train Your Dragon. الفيلم ده تصنيفه خيال وأكشن، ومن بطولة مايسون ثامز ونيكو باركر. القصة بتدور حوالين هايكب، وده شاب من قبيلة فايكنج اللي معروفة بعداوتها مع التنانين، واللي بيحاول يثبت نفسه وسط المحاربين عن طريق صيد واحد من التنانين وقتله. ولكن المفاجأة إنه بدل ما بيقتله بيكون صداقة قوية معاه، والعلاقة دي بتغير نظرته للعالم وبتخليه يدخل في صراع ما بين قناعاته الشخصية وتقاليد قبيلته. وبكده اكون وصلت لنهايه الفيديو، فلو وصلت معايا لحد هنا احب اقولك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتزور موقعنا وتقول لنا ايه اكتر فيلم اكشن عجبك السنه دي، وسلام.